احلى سلام من منى كيتشن. اليوم في كوزينة منى رحنا المغنية وجبت لكم وصفة تاع طاجين بالبصلة والزبيب على طريقة مغنية، واللي يعرفني يعرف شحال مغنية وناس مغنية عزيز على قلبي. جبت لكم هذا الطاجين اللي يحمر الوجه وسهل ماهل. ارواحوا معايا نبداو الوصفة. بسم الله. هنا دونزون كوكوت درت فيها 3 تاع المغارف ولا 3 كويير تاع الزيت، ودرت فيها مغرفه تاع سمن. ما عندكمش السمن تقدروا ديروا مارغرين. وجبت اطراف الدجاج تاعي حطيتهم في هذاك الزيت وهذاك السمن، ونبدا نقلي فيهم حتى شغل ياخذوا لي واحد اللون، يبدلوا لا كولور تاعهم. من بعد كي نقليهم مليح نزيد عليهم التوابل اللي يكونوا مغرفه صغيره، سكينجبير، القرفه، كركم والملح، ونزيد حبه بصله اللي غادي نقلي بها الدجاج تاعي. ونبدا نقلي. هنا درت زعفران تاع الشعره في الماء وزدته على الدجاج تاعي والتوابل باش ما ينحرقوليش. ونبدا نقلي 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 مليح مليح مليح. نعرفوا الاطباق الجزائريه لازمهم تقلايه مليح، هذاك هو السر تاع البنه. يعني كاع الاطباق الراقيه الجزائريه واحد لازم يدي فيهم وقت. وهنا زدت عريش تاع الكرافس، وزدت المعدنوس اللي قلت قطعته هكا صغير. هذا هو واحد من اسرار تاع نجاح هاد الاطباق ولا هاد الطبق بالذات. ونبدا نقلي مليح مليح. انا اختصرت لكم الفيديو. من بعد كي يدخل لي شويه طياب في هذاك الدجاج زدت 3 فصوص تاع توم كيما كنت تشوفوا، ونقلي دوك التويمات مع البصله والكرافس والمعدنوس، ونمرق بالماء اللي يكون حامي طبعا. وما نغطيش بزاف الدجاج، نعرفوا الدجاج يطيب بالخف. بلعت لا كوكوت ابخي 20 دقيقه طاب لي الدجاج تاعي. جبت ان بلا افور اللي كنت دهنته وغادي نقلع هذاك الدجاج، وغادي نتاني ندهنه بشويه تاع المارغرين وندخله الفور يحمر. هنا اونتر طون كنت نقيت 5 حبات تاع بصله اون لاميل اللي غادي نزيدهم في المرق تاع الدجاج تاعي. كنت تشوفوا هنايا قطعته اجنحه، وغادي نزيده في هذيك لاصوص تاع الدجاج. ابخي غادي نزيد نفس التوابل اللي زدتهم مع الدجاج اللي هي القرفه، الكركم، سكينجبير والملح ملعقه صغيره باش تجيني البصله تاني بنينه، ما تجينيش تاني صامته. ونسي نخلط ديك البصله باش تشرب لي هذاك لو غو تاع الدجاج والتوابل. هنا الزبيب كنت دايرته في الماء حامي، غادي نصفيه ونزيده فوق هذيك البصله بصح بلا ما نحركه باش يجيني منفخ، يجيني حبيبات منفخين وشابين. هنايا السر الزاوج سيكو نزيد مغرفه حوالي مغرفه كبيره تاع عسل. فوالا دونك هنايا غير نشوف داك الماء بدا يغلي ولا ديك المرقه بدات تغلي بلا ما نحرك الزبيب. هنايا دوك تشوفوا غادي كي تغلي نبلع على لا كوكو تاعي حوالي 15 حتى ل 20 دقيقه افو دو، يكون ناقص الغاز. ابخي 15 ع 20 مينوت نحل. وها هو صحن التقديم. شوفوا البصله كي تجي كاراميليزي وتجي هكا معلكه وتجي ديك المرقه هايله ويجي داك الزبيب هكا منفخ. شوفوا شوفوا شحال بنينه، وحتى المبتدئات يقدروا يديروا هذا الطبق. يعني شوفوا الزبيب كي راه منفخ. علاش؟ باسكو ما تحركوش، قلت لكم حطوه غير فوق البصله. انا شوفوا الدجاج تاعي كي حمار لي ولا لي شباب. زينته بليزو دو كاي، وهنايا كان عندي شويه كرموس يابس ولا تين مجفف درته كيما هكا. بريزونطاسيون الجيريان شابه بنينه، طبق يحمر الوجه يعني وساهل. ديروا حتى في العرضه تاعكم والله ما تحشموا. البنه انا كي ديروا هذا الطبق خبروني غير على البنه، يعني رائع اكثر من رائع، طبق جزائري محض. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، زعما غير ساعفوني وجربوها وخبروني. وسلام.